انت عارف ان احمد رضا ديفندر النادي الاهلي اكتر ديفندر في مصر متاح للعب الكرة الحديثة؟ تعال اما اقول لك. بص يا معالي الباشا، اتفرجنا على الكرة الأوروبية كتير وشفنا بروفايلات كتير جدا للعيبة نص ملعب زي رودري، زي ديونج، زي بيدري، زي كاسيادو، أيا كان مين فيهم. ولكن كل لعيب وليه السمات بتاعته. يعني أنت عندك لعيب دستروير، يبقى هنجيب كاسيادو وكانتي، دول بروفايل مخصوص. عندك لعيب منظم لنص الملعب زي توني كروس أو زي رودري، أيا كان، لعيبة عارفة تدير الملعب كويس وإمتى ترفع الريتم وإمتى تهدي الريتم. حلو الكلام. عندك لعيب زي ديونج بيخرجك بالكره من ورا لقدام ولعيب ريجيست على اعلى مستوى، وده بروفايل تاني خالص. والبروفايل اللي يجي بعده البروفايل بتاع انيستا وزدان، اللعيبه اللي بتلعب لقدام في البوكيتات واللي دايما بيبقى عندهم لا مركزيه ودايما بيبقى عندهم ادوار مركبه. لكن احمد رضا بالنسبه لي هو عامل زي ديونج، ومش بقول لك عامل زيه في اللعب، نفس طريقه ريجيستا، لعيب بيلعب على الدايره. كل مهمته قبل ما هو يقطع الكور ان هو يبتدي الهجمه كويس، يسقط ما بين الاثنين مدافعين، يبقى ليبر مقلوب، يقدر يخرجك بالكره من ورا لقدام. وخلي بالك احمد رضا عنده فيجن عالي قوي 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 في التمريرات. وخلي بالك كمان احمد رضا لو خد الثقه في ان هو يلعب بشكل مستمر ويلعب دقايق اكتر، احمد رضا هتشوف نسخه منه اوروبيه. انا بالنسبه لي لو هتيجي ترتب الثلاثه السته بتوع نص الملعب في الاهلي بين مروان وديانج واحمد رضا، فانا هرجع واقول لك بالنسبه لي اللي بيلعب فيهم كوره واللي فعلا يتقال عليه ريجيستا هو احمد رضا. لكن انت تيجي مثلا تتكلم على لعيب هولدنج بيغطي المساحات كويس، فانا هقول لك ده اليو ديانج. هاجي اكلمك على اللعيب ديستورير صح، واقف ستة صح وبيفسد كل الكلام ده كله، فانا هقول لك مروان عطيه. اللعيب اللي فيهم افضل في ان هو ياخد مساحات بالكره فهو اليو ديانج. عشان كده انا بقول لك لو انت عايز تلعب كره من ورا لقدام، مروان عطيه وديانج مش هيدوك زي احمد رضا، لان احمد رضا اقوى. وخلي بالك احمد رضا بيلعب في كذا مركز في الملعب، وهو في ناشئين الزمالك كان بيلعب اصلا باك رايت، وهو بيلعب في بتروجيت لعب سيرد باك ولعب ليبرو. عشان كده هتلاقي احمد رضا عنده مميزات المراكز دي كلها. حط على ده كله اصلا هو بيلعب 6 و8. هنفترض ان اليو ديانج اللي هيلعب او مروان عطيه، واحد فيهم هو اللي مسؤول عن ان هو يبقى يلم من الدنيا دي كلها ويفسد الهجمات، والتاني احمد رضا ده اللي بينظم الهجمه من ورا لقدام، وده اللي بيخرجك، وده اللي بيسقط ما بين الاثنين مدافعين عشان تيجي ديانج ياخد مساحات بالكره من ورا لقدام زي ما شفناها في ماتش الزمالك. فهل انت شايف ان احمد رضا مع السروب اللي هيخلي الاهلي في التوب هيلعب بشكل مستمر، ولا هيبقى ليه دور معين في ماتشات معينه بادوار معينه؟ ده اللي انا مستنيه منك في الكومنتات.